السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الفنان الراحل علي عزب. الفنان الراحل علي عزب هو من مواليد 24 فبراير عام 1942 وتوفي في 4 سبتمبر عام 2015. علي عزب ممثل مصري راحل من مواليد الدقهلية. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1967. أثر الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامه الكلام في الممنوع، خميس يغزو القاهرة، بيت القاضي، ومن مسلسلاته بوابة المتولي والوعد الحق وملفات سرية. ظهر في أعماله الأولى باسم علي سليمان. الفنان الراحل علي عزب من خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس عام 67. دفعة النجوم نور الشريف، مجدي وهبة، محمد وفيق، عبد العزيز مخيون، والمخرجين محمود الألفي ودكتور شاكر عبد اللطيف ودكتور عوض محمد عوض ومصطفى الدمرداش. الفنان الراحل علي عزب بيتميز بخلاف أخلاقه السامية الرفيعة والتزامه الفني الكبير اللي أشاد به كل من تعامل معه بمهارته الأدائية وقدراته الفنية الرفيعة، فقد أجاد التمثيل باللغة العربية الفصحى، وتميز أداءه بالرصانة دون افتعال. ويحسب له نجاحه الكبير في أداء أدوار الرجل الريفي أو الصعيدي كنجاحه وتميزه في أداء أدوار المهن الحديثة، وخاصة رجل الشرطة. ومن المتابعين للحركة الفنية المسرحية يمكنه أن يرصد بسهولة هذا الزهد الإنساني والكبرياء الداخلي دون غرور الذي تمتع به هذا الفنان، فلم يسعى يوما لإجراء مقابلات تلفزيونية أو أحاديث صحفية ربما يفسره البعض بخجله الطبيعي وأخلاقياته الريفية التي ظل محتفظا بها، كما احتفظ بنقائه وطيبة قلبه ودماثة خلقه. فقد شارك بأداء بعض الأدوار الثانوية في عدد صغير نسبيا من الأفلام، ومن بينها الأفلام التالية: الكذاب عام 1975، كلهم في نار، حساب السنين، وثالثهم الشيطان، تحدي الأقوياء، وتمضي الأيام، علامة معناها الخطأ، بيت القاضي، عفوا أيها القانون، الأستاذ يعرف أكثر، عصفور الشرق، الورثة، لا تدمرني معك، والخرتيت، والشربية، والفلوس والوحوش، وحقد امرأة، و3 ساعات حرجة، وبلاغ للرأي العام، وحلاوة الروح، وخميس يغزو القاهرة، وتحت الربط، والكلام في الممنوع، وخريف آدم عام 2002. ومن الدراما التلفزيونية شارك في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية الهامة والتي أكدت موهبته، ومن بينها على سبيل المثال لا إله إلا الله، رسول الإنسانية، محمد رسول الله بجزئيه الثلاثة، محمد رسول الله إلى العالم، على هامش السيرة، عباد الرحمن، الأنصار، أئمة الحق، دعاة الهدى، القضاء في الإسلام، المرأة في الإسلام، الكعبة المشرفة، الوعد الحق، غزوة بدر الكبرى، فرسان الله، تحت ظلال السيوف، الخنساء، مجالس العرب، القضاء في الإسلام، جمال الدين الأفغاني، الزير سالم، دموع صاحبة الجلالة، آيات وحكايات، ملفات سرية، زمن عماد الدين، أوراق مصرية، سر الأرض، ذو النون المصري، وذلك بخلاف فوازير أم العريف، وعدد كبير من السهرات والأفلام التلفزيونية، ومن بينها الرحمة المهداة، نور النبوة، قناع السعادة، في سبيل الخلود،
أما أعماله المسرحية فيحسب لهذا الفنان القدير الراحل علي عزب حرصه على المشاركة بعروض مسارح الدولة منذ فترة دراسته بمعهد الفنون المسرحية. ومن أهم المسرحيات اللي شارك فيها كوبري النموس سنة 1964، ومسحوق الذكاء، والجنينة، وعازب، وثلاث عوانس، وليالي شهرزاد في الطليعة عام 1977، وفوت علينا بكرة في مسرح الطليعة عام 1993، وبكرة في مسرح الغد عام 1994. وشارك أيضا في ست الحسن المسرحية الغنائية الاستعراضية عام 1996، وشارك في مسرحية اللعب مع السادة على مسرح الشباب عام 2009. وقد تعاون من خلال هذه المسرحيات مع نخبة من كبار المسرحيين، من بينهم الأساتذة كمال ياسين، وكرم مطاوع، وسعد أردش، وعبد الرحمن الشافعي، وهناء عبد الفتاح، وحسن سعد، ومحمود الطوخي. كانت هذه الحلقة عن الفنان الراحل الممثل القدير علي عزب، الذي كان تاريخ ميلاده 24 فبراير عام 1942، وتوفي في 4 سبتمبر عام 2015. علي عزب وفنانين زمان ونجوم قالب. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.